يا سيدي اعتقد ما تشاء واعبد ما تشاء، عبد حتى الحجر، ولكن ما تضربنيش به، ما تشيرش عليا به، لأنك لا شيرتي عليا به غنخلي ضربك بهذه العبارة هذه. كما قال الحسن الثاني لأولئك الأشخاص الذين سعوا إلى تقسيم هذا البلاد وهذا الوطن. وكذلك محمد السادس نصره الله، صاحب القرارات السديدة والمولوية الرشيدة. علاش حنا بيعناه؟ باش حمى هذا الوطن والدين، وقد أسس منصة للدفاع عن الحديث النبوي وعن السنة النبوية وعن التراث الإسلامي. فلن يسمح أبدا لأي شخص بأن يقوم بتقسيم هذا التراب وهذا الوطن الحبيب. كل من سعى إلى فتنة هذه الأمة وهذه الوحدة الترابية المغربية فيبحث عن مصيبة لن يقوم منها أبدا. يعني السيد قال لك غيوقف، ما غيبقاش يهدر، سيتراجع، لكن نراه يتمادى ويتطاول، يعني عادت حليمة إلى عادتها القديمة. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. من الذي بدأ هذا الصراع؟ ومن المعتدى عليه؟ السنة، أصحاب اللحى، المحجبات، المنقبات، أم السفيهات التي تدعين أن رائحة المسك تفوح من أفواههن؟ أم عديم الفائدة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ وأولئك هم المعتدون كما قال الله سبحانه وتعالى. فيجب أن تعلم أن هؤلاء العلماء الشيوخ رجال الدين هم من بنوا صرح القيم الإنسانية، وما يفعلونه الآن هو الحفاظ والدفاع على هذا الصرح، على القيم الإسلامية التي تريدون أن تفسدوها. ولا يهمهم أنت أو غيرك كشخص، ليس هذا هو المهم، وإنما المهم هو الدين، وهو تدافع فطري وقانون أساسي إنساني، هو صراع بين الحق وبين الباطل، بين الرجال وبين الذكور، ولن ينتهي أبدا إلى أن تضع الحرب أوزارها، أي إلى قيام الساعة لن ينتهي هذا الصراع. فهذا قانون بشري منذ القدم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلولا رد هؤلاء الرجال، وهناك فرق بين الرجال وبين الذكور، والقرآن كان واضحا في التفريق بينهما، يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، فأنت ذكر من حيث هذا المعنى. ولكن الرجال الحقيقيون والذين تكلم عنهم المولى عز وجل في كتابه الحكيم عندما قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكن للأسف هناك ذكرانا نكرانيون تبدلوا، ما تبدلوا إلا عندما شاخوا وشابوا، وأرادوا أن يذلوا هؤلاء العلماء والشيوخ، وقد خرجت من أفواههم، لكن الله سبحانه وتعالى أذلهم وأرذاهم وأسقطهم وصغرهم من حيث كانوا يريدون أن يتكابروا ويتعالوا. يعني دخل شخص على سقراط وهو يتبختر بهندامه وحسن منظره وجماله وطوله، وبدأ يمشي ويجي أمام سقراط، فسقراط لم يلتفت إليه أبدا حتى قال له:
تكلم حتى أراك، تكلم حتى أراك. فعندما تكلمت علمنا وعرفنا من أنت، لا وزن لك، مثل القط لا تساوي شيئا. ولكن المعنى الصحيح لهؤلاء ليس هو التبدل، وإنما هو النفاق. فالنفاق بصريح العبارة. لماذا؟ لأنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هل أضرب في السنة وبعض آيات القرآن وأخرج إلى جد أمها، يعني هكذا قاري، أو أضرب في رجال الدين والعلماء، وبالتالي أكون قد ضربت في السنة والقرآن عن طريقهم، أو نضرب ونقيس باش ما يهربوليش الكليان. بهذا المعنى وبهذا الأسلوب وبهذا النهج يتحدث ويتكلم هؤلاء، لأن هذا هو النفاق بعينه. أن تقول تارة بأن المعراج هو خرافة وهو شيء لا يتقبله العقل ولا يدخل للرأس، وفي قول آخر نقيض هذا، فهذا هو النفاق. لا تثبت لهم قدم على قول. واش اللي يقرأ القرآن هذا كافر؟ من قال لك أنك كافر أو ملحد؟ من قال هذا؟ ولكنك تسعى إلى تقسيمة المسلمين، تسعى إلى التفرقة، تنتقد ما كان لطيلة 14 قرنا. هل هؤلاء المسلمين الذين مروا بكل تلك القرون كانوا على ضلالة وكانوا يعيشون في الظلام وكانوا مخطئين، حتى أتى هذا الشخص وهذا الرجل لكي يري الناس الدين الصحيح، ومتى في القرن 21. يعني هزلت، والله هزلت. وانظر إلى حجم الفتنة التي أحدثتها بين أفراد الأمة. انظر إلى هذا النزاع، انظر إلى هذا التضارب وإلى هذا الصراع. من المسؤول عن هذا الصراع؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فبدل أن يسكت الإنسان عن سبه للعلماء والشيوخ وعن تسفيهه للصحابة وللتراث الإسلامي وللمراجع والكتب المعتمدة عند المسلمين، نجده يتمادى. والله لن أتراجع، حتى نحن والله لن نتراجع، تحنا ما عندنا شغل غير انت. تحنا والله لن نتراجع على الرد على هاته الترهات وهاته التحزقلات وهاته الأفكار التي تفوح منها رائحة خشب الصندل، والتي تريد أن تضلل بها المسلمين. احنا ما عندنا شغل، شغلنا هو أنت، وليس الرد في الدين فقط، وإنما حتى في التغذية. لأن السيد لم يكفيه يعني أن ينصح من في الأرض، ذهب لينصح من في السماء، ربابنة الطائرة، يعني وتفوه بأشياء خطيرة جدا، يعني تضليل، يريد يعني أن يهلك صحة ذلك الربان. وسنأتي يعني للحديث على هذه المسألة بالتفصيل. ولننظر من هم الأخصاء في التغذية العلاجية، هل أنت أم الغرب الذين سبقوك إلى هذا قبل عشرات السنين؟ سنتطرق للحديث على هذه الأمور.